الحمد لله. مباراة حبس الأنفاس. كويس إنه الحكم صفر، أقسم بالله الواحد كان منتظر الحكم يصفر من الدقيقة 60. كمية الفرص المهدرة كانت كفيلة بإنه تنهي المباراة دي من الشوط الأول. لكن الحمد لله كون إنه منتخبنا خرج بنقطة ثمينة من ملعب غانا، ده شيء ممتاز جدا. وإن شاء الله يساعد المنتخب في المباريات القادمة. 4 نقاط من 3 مباراة، نتيجة ليست بالسيئة، لكن على المنتخب إنه يحضر للمباريات القادمة بصورة جيدة جدا. اليوم المنتخب لم يكن ذلك المنتخب الذي لعب في المباريات السابقة أمام المنتخب الأنغولي ومنتخب النيجر، لكن كان هناك العديد من الأخطاء من اللاعبين. لكن ما قدمه الحارس محمد المصطفى يعتبر أداء ممتاز جدا. وده هنا بيظهر لي قيمة الحراس، حراس المرمى، الحارس الممتاز. زي ما بقول إنه الحارس نصف الفريق، لكن ما قدمه اليوم محمد المصطفى يعتبر الفريق بأكمله صراحة. نظرا للفرص الكثيرة التي أهدرها المنتخب الغاني، يمكن أكثر من 7 أو 8 فرص حقيقية للتسجيل. الجانب الثاني اليوم كان في أخطاء كبيرة جدا في التمرير. اللاعبين لاعبين المنتخب الواحد تشعر كأنه عاوز يخرج الكرة منه بأي طريقة. على العموم المباراة بأكملها لا بأس بها، لكن إن شاء الله نتمنى الفوز في المباراتين، في المباراة القادمة مع المنتخب الغاني نفسه، وتحقيق نتائج إيجابية في باقي المباريات للتأهل للنهائيات. وكل التوفيق للاعبين ونقول لهم ما قصرتوا، لكن نتمنى المزيد من التحسن والتقدم في المباريات القادمة.